السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة جديدة من قناتكم كرة في الميزو. الساحل الافريقي عامل شغل عالي قوي 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 لسه قوي يعني مستمر باقي شغاله لسه. عالي قوي 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 يعني. ارسنال محتاجين مقاول جديد. جوارديولا بيركن الاتوبيس. انا لا، اول مرة اشوف جوارديولا بيعمل كده. ضعف خلاص يعني. استون فيلا بتجيب اول جون ليها الحمد لله كاش. ما تجاش جاب جون. ساندرلاند وليدز لسه عاملين حالة. بيرنلي اه عامل حالة هو كمان. لسه الفرق الصغيرة زي ما هي لسه مستمرين. بيعفروا لسه. الجولة الخامسة من البريمير ليج. نخش بالانترو ونرجع لكم تاني. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من القعدة الأوروبية في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي والأسباني. ليفربول ايفرتون ديربي ميرسيسايد. ماتش كان اقل من التوقعات الصراحه. كنت متوقع ان الماتش هيبقى حماسي اكتر، يعني اكتر من كده هجوميا. الماتش يعتبر عادي. ممكن كان الجو وحش الصراحه في انجلترا الاسبوع دوت او في اوروبا عموما يعني. في الاخر الماتش اللي كان هادي، تحسه هادي يعني. بس كان الليفر برضه هو في الاول. هو ليفر شغال برضه كذا ماتش. الشوط الاولاني يمسك الفرقه اللي قدامها، ضغط، فرص ضايعه، كل حاجه. يرجع في الشوط الثاني ورا. الشوط التاني بقى مستواه بيقل في موضوع الضغط، والفرقه اللي قدامه بتبدا ترجع قدامه. اذا كان بقى فرص ضيع فرص يعني العدو الليفر اعتقد السنه دي هيبقى دفاعه. يعني هو الليفر في الهجوم الصراحه لا يعلى عليه. فرص كتير بيصنعها، بيضيعوا كتير. ده برضه حاجه تحسب عليهم برضه، ازاي تضيع كل الكور دي. ايوه صح. ممكن تخلص ماتش زي ايفرتون مثلا، جبت 2-0 كان ممكن تجيب التالت والرابع، بس تضييع برضه حاجات تافهه. استسهال بقى. هما بيجيبوا اول جونين بعد كده تحسهم ان هو خلاص بقى احنا استسهلنا، احنا راكبين الماتش، احنا هجوميا جامدين وبنضيع، فخلاص بقى تحسهم حاله بقى ايه من الكسل، حاله كسل شويه. اقول لك يجي بقى على اخر شوط الاولاني بقى وبدايه الشوط الثاني تلاقي بقى فرص ده يعني. جانا جاب جول في الشوط الاولاني قبل الشوط ما يخلص. كانت الشوطه اللي شاطها ديت كانت ضعيفه الصراحه. كان ممكن نفس مكان الكره بس الجون الثاني شاطها بس قلشت منه وعمل بند على الارض. الليفر دايما يكون في الشوط الاول يكون مركز جدا، واحده حاله الكسل بقى تجيله بقى الاستسهال يجي برضه. بس بيعرف يلحقوا نفسهم يعني في الاخر وتمشي معاهم. الساحل الافريقي يا ابني سلوت ده فعله من نصيبه برضه حلوين. ففي الاخر ديربي ميرسيسايد خلص 2-1. الليفر لسه مستمر 5 انتصارات على التوالي، 6 انتصارات على التوالي. مع دوري الابطال بقى. هو متربع على عرش الدوري بالعلامه الكامله 15 نقطه، وهي ماشيه معاه لحد بقى ما نشوف ان شاء الله يعني. لا بس هم هيعطلوا بالدفاع، ده هيعطلوا 100%. يا رب يا رب. هيعطلوا مش صعبه وكده. توتنهام برايتون. توتنهام نزلت ما تعرفش ايه اللي حصل. برايتون لبتها الاول، خطفتها في الجون الاول الصراحه يعني. هجمه مرتده مثاليه خلصوا بيها. بعد كده الجون الثاني جون عالمي. ايوه ولا اسمه ادريسي ولا اسمه اسمه ايه؟ نسيت اسمه ايه اسمه هو اسم عربي يعني. عياري. شوطه الصراحه بوم الصراحه. اقول لك برضه توتنهام لسه حوار الدفاع برضه مش قد كده، بالذات ناحيه بيدربور وحشين قوي. بيدربور اي صح. بيدربور مفتوحه بطريقه مش طبيعيه يعني كل الكور من عنده. هي فعلا صح. مفيش حد بيسانده، حد في الدفاع مفيش حد بيسانده اعتقد. بالينيا حتى مش لسه برضه مستواه مش بتاع فولهام اللي كنا عارفينه يعني لسه. هو تحس ان توتنهام حرفيا شبه برينتفورد. هجوميا هم يعني عندهم خطوره، منظمين بيعرفوا يلعبوا هجوميا، بس دفاعيا تحسهم قليل جدا. مش لسه مش ظابطه معاهم. لسه ما وصلوش للتوليفه اللي هي تبقى هي ديت الدفاع الحديدي اللي احنا هنلعب بيه. بعد كده قدوس الصراحه. قدوس عامل شغل عالي قوي قوي ونقل جامده قوي لتوتنهام الصراحه. هو راح حته بان هو يبقى نجم الفريق. يعني ما كانش كده عاوز تهام. هو كان لسه اللعيب الشاب الصاعد، دلوقتي هو راح توتنهام ان هو النجم دلوقتي. هو النجم، هو القائد للمشروع المفروض. نجم وما فيش غيره نجم حرفيا دلوقتي في توتنهام. شفنا عمل الاسيست بتاع الجون الاول، مع ان كانت شوطه بس تشيلسي وقفها كده في النص حطها. رفعه بتاعت الشوط الثاني فان هيكي حطها في نفسه. كل اللي جوه من ناحيته.
كان هيجيب الجون الثالث في اخر الشوط الثاني برضو، مم. لولا ان الحارس برضو بتاع برايتون طلعها. فقدوس الصراحه لا اثبت، وهيتعبوا كتير في افريقيا لما يروح هناك، هيتعبوا جدا. تشافي سيمونز كمان بعد ما نزل من الشوط الثاني كان برضو كواليتي حلوه الصراحه. كواليتي مرعب الصراحه. نقله من جونسون وكلوزوفسكي لانك بيحط تشافي سيمونز، بقول لك الولد جامد قوي الصراحه. جامد جمدان الصراحه. بس برضو ايه يعني ريتم الدوري الانجليزي لسه فاهم. فيرتز احنا برضو انا نسيت اقول لك على فيرتز في ليفربول، ما بداش الماتش قوي. بتاع ايفرتون، وما بداش الماتش بتاع ايفرتون حطه على الدكه لان هو لسه عايز الدوري الانجليزي، عايز الريتم بتاعه، عايز القوه بدنيه، أيوة. عايز ريتم اعلى، نفس اعلى. فريحه. تشافي سيمونز كذلك برضو ما بداش الماتش في الدوري الانجليزي قدام برايتون، لسه برضو محتاج القوه البدنيه تزيد، عايز النفس بتاعه يزيد. من الدوري الالماني لحد الدوري الانجليزي بتبقى نقله في فرق كبير صعبه قوي. فلسه تشافي سيمونز برضو عايز وقت شويه، وهيبقى كمان هو وقدوس في الهجوم هيبقوا عاليين قوي. ايوه. بعد كده ختمنا اليوم بماتش تشيلسي اليونايتد. عارف لو اليونايتد تلعب ال 38 جوله على الاولد ترافورد قدام تشيلسي هياخدوا بص الدوري بلا هزيمه، ما بيلعبوش غير قدامهم تقريبا. بيكسبوهم بسيناريوهات كل سنه عجيبه غريبه. سانشيز في اول 5 دقايق في قرار غريب اشوفه غريب قوي صراحه، طرد كلف فرقته. هو حارس ساذج الصراحه. كلف فرقته حاجه صعبه قوي، مع سذاجه ماريسكا في التبديلات، في التعامل مع التبديلات. يعني انت اي نعم طلعت ستيفاو، كانت ممكن تقف لحد كده وتمام قوي، تمام قوي ستيفاو وتنزل الحارس. خاف زيادة عن اللزوم تقريبا. طلعت بيدرو نيتو اللي هو اسرع واحد تقريبا عندك في الملعب، اللي بيعمل كل التحولات. بيدافع اصلا، هو بيدافع اوريدي لوحده، هو بيدافع. اصل انت هتبقى عدد ناقص، فهتلعب على المرتده، على اللي هتدافع وتلعب على المرتده. فمين عندك سريع؟ طلعت ستيفاو وطلعت نيتو، بعدها بشويه لبست الجون. يعني انت لبست الجون فانت بقيت خسران، فانت عايز تلعب، فمطلع لي بالمر اللي هو عامل لك استحواذ في نص الملعب، بيرجع لك الكره، بيلعب بالكره، هو اللي بيطلع الهجوم، هو اللي بيشغل جواو بيدرو، وطلعت سحبته هو كمان، ونزلت لي توسن. فانت بتلعب ب5 مدافعين وانت خسران. يعني انت مش عايز تحافظ على النتيجه، لا انت خسران. يعني انت بتدور على التعادل، فهو خاف يطلع بسكور. يعني انت مش عايز العادل، لا انا خايف اطلع بسكور. شايفه بيلعب السيتي ولا مش فاهم انت بتلعب دلوقتي تعديل اسوء احواله. ده سيء قوي دوت. يبان لك في الجونين اللي هم جابوهم، جون رفع كده من دورجو حطها بالهيد لبرونو. الجون الاول، الجون الثاني رفع برضه الكورنر. يعني هقول شو دخل لوش مش عارف ايه، جت لكازيميرو قدام الجون. الجونين مش ملعوبين اصلا حتى. فما فيش، هو ما لعبش من لعب مفتوح. يعني هم الجونين اساسا جايين، او الجون الاول كان لعب مفتوح، الجون الثاني من كورنر. فانت بتتكلم انه لو فرقه بجد محترمه كانت لعبت تشيلسي 3-4. ايوه صح. فانت بتتكلم ان اليونايتد في اسوأ احوالهم اساسا. يعني حتى المكسب اللي كسبوه مكسب قدام تشيلسي، قدام بيرنلي، يعني حتى قدام بيرنلي المكسب الثاني اللي كسبوه. فهم فرقه على قدهم خالص يعني. ايوه. فانت تشيلسي اللي بوظ عليه انا شايفه ماريسكا او سانشيز في المقام الاول، لان عادي يا عم ما يجيب جون او ينفرد. هو ممكن ينفرد، يعني ياخد الكره وينفرد بيها ويقوم مضيعها. ممكن انت تصدها. انا بالنسبه لي قرار انك تطلع طلعه غريبه قوي في اول الماتش كده. يا عم سيبه يجيب جون احسن والله. والله لو جاب جون يبقى احسن كتير. ممكن تيجي في العارضه، ممكن انت تصدها، ممكن يحصل اي حاجه. فانت طلعه وهو ما اعترضش، هو طلع ضربه، عارف ان هو خلاص طرد، فبوظ الجون. غبي قوي الصراحه. بوظ الماتش ولا ايه. وتبديلات ماريسكا اللي تبعها الصراحه صعبه قوي. اقول لك هو لسه تحسه مره يديك ماتش عالي جدا، بس هو بقى له ماتشين كده قدام البايرن، بعد كده قدام اليونايتد دلوقتي. فانت تحس ان تشيلسي خلاص بقى هيبدا بقى في مرحله الداون جريد بتاعته. هو بس هو مش داون جريد اكتر، بيوريك ان هو لسه مش ده المنافس على الدوري، لسه ما وصلش الليفل ده لسه. اصل احنا اتكلمنا 100 مره او قبل السيزون ان احنا كنا شايفين وكنا بنقول مدافع وحارس، فانت ما جبتش كده، فخلاص شكرا. قوام الفريق واقع في الحته دي. جينا بقى للقمه، ارسنال مانشستر سيتي. بص بلا صياح وبلا جدل، هو ارسنال لعب كويس جدا جدا. دي بقى يعني ده اللي بيستفزني من ارتيتا بقى من السيزون اللي فات، انك بتلعب كويس بس مش عارف تقرا الجيم في تبديلاتك، في قراراتك، في كل حاجه. يعني انت كنت بتلعب حلو قوي الشوط الاول،
حلو قوي الشوط الثاني. دوناروما نجم الماتش بلا منازع بالنسبه لي، يعني دوناروما شال كميه كور من ارسنال. بس انا بحس الكوره يعني الكوره اللي صدها الكوره في النص يعني دي مشكله عند لعيبه ارسنال. بس في الآخر خدتها. مش في النص. يعني كل الكوره فعلا مش في النص. كره ايزي اخطر واحده فيهم شالها في النص. شاطها في النص برضه فاهم انت يا جدعان جون واسع شاطها في النص ليه؟ بس دي القصه. بس هو الصراحه بس ملعبه حلو كده اوريدي يعني ماليش هو- دعوه لا. بالموضوع ده. ملعبه حلو جدا الصراحه. عمل كل حاجه، عملت كل حاجه. حظك وحش قوي. الكره بتاعت روسا اللي لعبتها لجيوكيلاس حلوه قوي، جت من وراه. دوناروما وروبن دياز الكره الغلطه اللي كان جيوكيلاس كان الصوت فاهم دي. هياخدها او كانت برضو اتلحقوا فيها. دوناروما حب يتفزلك ويلعب كره برجله، رجعت لساكا. ساكا كانت هتبقى خطيره برضو عليه. ففي المجمل انت ارسنال لعبت حلو، بس في الاخر انت ما بتعرفش الفينش عندك وحش قوي. وانا اول مره اشوف جوارديولا بيعمل كده، اول مره في حياتي اشوف جوارديولا بيلعب اللعب ده. هو ثقته في فرقته قلت واضح قوي يعني. مع انه لعب، مع انه هو كان في الشوط الاول كان متماسك يعني. هو ما كانش، هو كان ارسنال ماسك كوره بس هو كان سيتي بيلعب دفاعيا حلو. سيتي بيلعب حلو يعني. كان بيطلع بالكوره دوكو ابن الذين مش طبيعي صراحه يعني. انا اسف انا اسف يا دوكو. في الشوط الثاني راح بالكوره لوحده برضه أيوة. بس لو ما كانش في كان بظهر لايندرز او بظهر ما كانش في حد تاني. هو عمل حد تاني بس ما كانش في حد لا. كان لايندرز موجود الناحيه الثانيه بس كان هو بطيء. لايندرز مش سريع شبه هالاند. ايوه فهو يعني هو الولد كان بيروح بس هو كان انت ايه خفت بزياده عن اللزوم يعني. هو اول مره اشوف جوارديولا يخاف بزياده عن اللزوم بالطريقه دي يعني. بص انا حسيت بحاجه ان جوارديولا اتفرج على ماتش ال5-1 بتاع السيزون اللي فات، فهو شاف ان هو بسرعات مدويكي، سرعات ايزي، سرعات جيوكيلاس، لو فتح الملعب ولعب لعبه هيتعوض. هو مش هيفتح بس هو الزياده عن اللزوم. انت ما تطلعش هالاند يعني. اصل هالاند اصلا اوريدي كان بيرجع يدافع يعني. هالاند كنت شايفه بيرجع يشيل كور كتير برضه. الصراحه هو هالاند يعني بيدافع، فانت مش هيضرك حاجه لو سبته. هو هيهاجم لك برضه. ممكن يخطف لك كوره زي الجون الاولاني بتاع الشوط الاولاني. هو اساس الجون استلم الكوره من وسط ثلاثه حطها لايندرز وطلع يجري طلقه ما شاء الله طلقه. فهو بتاع اللقطه دي هو بيخلصها على طول. كان قرار وحش قوي انه طلع هالاند. كان ممكن يخطف له جون على الاقل في التقدم بتاع ارسنال الكبير قوي باللعيبه. خوف وتقفيل زياده عن اللزوم من السيتي. ومع ذلك انا كنت شايف ان السيتي كان ممكن يكسب، كان ممكن يجيب الثاني والثالث مع انك حلو. فانا بس انا اللي مستفزني والله هي قرارات ارتيتا. يعني قرار ارتيتا في التبديلات. انت نزلت لي ساكا وايزي في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني جميل. طلعت لي مين؟ طلعت لي ميرينيو. اللي ميرينيو اساسا كان بيخش وبيزيد كمهاجم تاني. بس هو كان وحش قوي ميرينيو مش ماشي كان وحش، بس انت كنت بدل ما تطلع لي ميرينيو سيب ميرينيو وطلع لي تروسارد، لان تروسارد كوينج. فانت عندك ان ايزي مارتينيلي احسن من تروسارد في الحته دي. فانت سايب لي تروسارد مع اي نعم هو الشوط الاول كان وحشه ونزل الشوط الثاني تروسارد احسن من الشوط الاول. ايوه بس انت عندك اساسا كواليتي في الحته ديت. ايزي ومارتينيلي احسن من تروسارد، فانت ليه تروسارد نزل له تروسارد عشان بيدافع؟ طب ماشي انت خلاص بقيت خسران، ما تطلع لي تسحب لي تروسارد وسيب لي مارينو اللي هو في التكمله الهجوميه احسن من تروسارد. ايوه بالنسبه لي انا شايف كده. كنت لو عايز تطلع لي مارينيو نزل لي نوانيل. اوديجارد مصاب، فانت محتاج حد يبقى نص ملعب او عمق الدفاع بتاع السيتي وحش قوي. فانت عايز حد يملى لك الفراغ دوت. الفراغ دوت كان باين قوي. ايوه بس هو اعتقد هو مش مقتنع بنوانيري. حاسس نوانيري ثقته فيه قلت من السنه اللي فاتت بكتير قوي يعني. بس انت كنت محتاج حد في يمسك لك النص. هو حاطط ايزي في الحته دي. ما انت حاطط ايزي، بس ايزي في الاخر كان بيروح لك وينجات، بتلعب وينجات ومع دفاع السيتي. فانت الوينج دوت بيروح هنا والوينج دوت بيروح هنا، بيقابلوا 3 أو 4. دي بقى طريقه لعب دي على ارتيتا عشان هو فاهم. هو اكيد بيروح الحته دي عشان هو ارتيتا قال له انا عايزك ايوه تسند على الوينجين. ما انا بقول لك بقى هو مش قاري بقى الموضوع دوت. فانت محتاج حد كان يبقى في نص الملعب في الفراغ ده. اصل الفراغ دوت كان باين قوي. والموضوع ده بيستفزني وانا بتفرج عليه. انت في الاخر ان ما بين قلبين الدفاع روبن دياز وجفارديول في فراغ. الاثنين مش بيلعبوها، لان جفارديول في الاخر هو يعني كان بيلعب كالسنه اللي فاتت كوينج كباك، ودلوقتي انت بتلعبه سيلد باك. فهو مش جاي، هو لسه حسيت المكان لسه مش موجود عنده. وروبن دياز عنده اخطاء كتيره قوي في المكان دوت.
فانت لو استغليت المكان دوت دربكتهم وعرفت تبوظ الكره لجيوكيرس، او انت حتى شوت الشو من بره ال 18، ايوه هيبقى عندك حلول. انما انت عمال تروح تلعب على مدوكي، بعد كده ساكا، بعد كده على تروسرد، بعد كده على مارتينيلي، فانت في الاخر انت بيتقفل عليك. خوسانوف عمل ماتش جامد قوي، برناردو سيلفا كان بيرجع يدافع كان حلو قوي، ايوه دوكو كان بيدافع هو واوريلي، الاثنين كانوا حلوين قوي. فانت بالنسبه لك خلاص قفلت الوينجات، قفلت، العب في نص الملعب شويه، العب في العمق شويه. في الاخر الجون اللي جاب بتاع التعادل انت في الاخر ايزي لما تفطن ونزل لنص الملعب مع تحرك مارتينيلي ما بين الستونز بقى ودياز، فلما اتحرك قطريا فتلاقيت المساحه حطيتها لوب، ودي غريبه على مارتينيلي. ما بقول لك غريبه قوي يعني، تحرك وفينش وكل حاجه. فانت اول ما ضربتني عمق الملعب وعمق الدفاع بتاع السيتي بالتحرك دوت ما بينهم هما الاثنين، فبان لك الغلطه. فانت لو كنت عملت كده من البدايه قوي وعرفت تقرا الجيم كان هيبقى بالنسبه لك الشوط الثاني كان ممكن تكسبه. فانا دوت اللي ينقص ارتيتا والله. ارتيتا مش ما بيعرفش امتى او يفرق امتى ما بين يبقى فعل وما بين رد فعل. لا هو دايما عايز يبقى انا رد الفعل، عايز اللي قدامي يبقى هو ماسك الكرة وجاي عليا وانا اللي دافع والعب على المرتده. مش هيحصل في كل الماتشات. عندك اهوت الماتش دوت هو ادالك الكرة انت ما عرفتش تعمل بيها اي حاجه، قفل عليك صح، عمل عليك المرتدين، سحب بهم دفاعاتك، خلص عليك. كان ممكن يخلص الماتش، كان ممكن تحصل مرتين ثلاثه يعني. ده لولا ستر ربنا انك انت خلصت 1-1 نفسك بنقطه يعني. بقول لك ده ستر ربنا والله. فارتيتا الصراحه انت اللي عمال تضيع علينا الدوري. انت عندك لعيبه، عندك سكواد، فول سكواد، عندك تبديلات جامده قوي، عندك كل حاجه. خلاص الارسنال ما بقاش ناقصه حاجه، بقى ناقص اللي يعرف يقرا الجيم ويعرف يعمل التبديلات صح بره الخط. لو عندك بقى انت تعديل على كلامي على حاجه. انا شايف الماتش، انا نفسي شايف الماتش ماشي الماتش صح. انا شايف ان هو لعب مسك الكوره مسك كل حاجه، بس هو كان بدون فعاليه. ما ده بدون فعاليه. القصه بقى ان هو طريقه اللعب اللي هو عملها دي زي ما انت بتقول فعلا هو كان ما فيهاش تنوع اكتر، او كان ممكن يزود. هو في الاخر لعب زي ما انت قلت، اما عمل ايه، حط مارتينيلي، طلع زوميندي في الاخر، ايوه نزل مارتينيلي مكانه وحط تروسرد جنب جيوكيرس. فبقى تروسرد وايزي تحت جيوكيرس. بعد ما عمل الحركه دي بقى الشغل بدا ايه، اللي هو بدا يروح على الجون اكتر. ما انت عارف لا وجاب الجون. ما ده اللي بكلمك عليه، بس هو اتاخر بقى فيها ان ميلينو كهجوميا هو اعلى من تروسرد. فانت لو عايز تطلع حد كنت تطلع تروسرد وتخلي ميلينو، لانك انت ميلينو لو لعبت عليها من بدايه الشوط الثاني ميلينو في الزياده الهجوميه احسن من تروسرد بكتير. ما انت خسران، ما انت خسران على الاماراتس، فدوت ملعبك. فانت انت اللي مطلوب منك انك تسجل وتسجل وتكسب. وهل كان هيجيب جون تاني في الشوط الثاني؟ ما انا عارف الشوطه اللي شاطها ديت وايزي جاي يطلعك هتخبط وكان هتخش. انا عارف عشان كده هو مش عايز يرمي كل مره في الاخر 1-0 يديك 1-0 مش 2-0 ولا 3. فهو عايز يلحق يعمل حاجه 1-0. فهو مش عايز يستعجل. هو برده مش من النوع اللي مستعجل برده ارتيتا، اللي هو ماشي 1-0 ممكن اجيب 1-0 دي من كورنر. ايوه خليها 1-1 من كورنر، فاهم؟ ايوه اي كوره يعملها، فاهم؟ فهو مش هيبقى كل ورقه ويفتح الملعب. هو لسه هو بدا بقى يفتح الملعب امتى؟ لما لا طلع هالاند. ايوه بدا يطلع، بدا يخاف ويرجع بعد ما طلع دوكو كمان وخلاص ما بقاش فيه مهاجمين. راح مطلع تيمبر وزوباميندي ونزل مارتينيلي ومارتينيلي ففتح الملعب. هو مش شايف يفتح ملعب ولسه قدامه حاطط مهاجمين. ايوه لو حط واحد هيبقى لابس الثاني والثالث هتمسكوه تقول له انت ليه فتحت الملعب ومش عارف ايه، انت غبي، دي 1-0. فاهم؟ هي بتبقى ريسك. هو مش بتاع ريسك البدري ده. دي مشكله بقى. انت عايز تبقى يعني ما اعرفش، بس انت ايه، تبقى انت متماسك دفاعيا. يبقى مثلا عندك 2-3 مع ديكلان رايس مع قلبين الدفاع اللي ورا واقفين ثابتين، وفي الاخر انت بتهاجم يعني بتلعب على الهجوم ده، او يعني مثلا بتلعب ايه 4-1 4-1. هي دوت اللي بكلمك عليه، انك انت مثلا مثبت 3 أو 4 ورا مستنيين المرتده ويعرفوا يتعاملوا معاها، لانك في الاخر انت عندك سرعات ورا وعندك اطوال ورا، في الاخر تعرف تطلع المرتدات، تنظف الحته اللي ورا ديت. مع ديكلان رايس بيمسك الكوره ويعرف يطلع من الضغط بص سليم، فانت تعرف تبدا تلعب كده. انما انت برضو يعني اصريت انك تلعب وينجات، تلعب على الوينجات وما تلعبش على العمق الدفاعي بتاع السيتي. فدوت بس اللي بتكلم فيه، انك انت لو كنت لعبت على العمق الدفاعي بتاع السيتي من بدري كان ممكن تتعادل بدري وتكسب بدري. كان ممكن برضه. يلا ما علينا. جمهور ليفربول 5 بونت من اول 5 جولات فرق. يلا نيجي على الدوري الاسباني. ريال مدريد اسبانيول
ما اتفرجتش على الماتش، كنت بتفرج على توتنهام، فانت احكي لنا بقى ايه اللي حصل. يا باشا، بدأ بالتشكيلة جديدة في السيزون ده أول ما يلعب بيها. دايما بيلعب 4-2-3-1، بدأ أو 4-3-3. المرة دي بدأ 4-4-2، لعب نفس خط الدفاع بعد مثلا هويسن حط مكانه اسينسيو. اول اسينسيو بدأ اساسي الماتش ده. ونص الملعب تشاوميني فالفيردي، على الشمال فينيسيوس، وعلى اليمين موستانتونو، وهجوم جونزالو ومبابي. الاثنين ده الهجوم، ده كان الهجوم ماشي بتاعنا. الماتش لغايه حرفيا احنا مش عارفين نعمل حاجه، ماسكين كوره بس. انت ما عندكش الراجل اللي هو كان بياخد الكوره وينقل يربط من الخطوط زي اردا جولر. بان جدا الفرق ان انت وده طريقه لعب قصدي انشيلوتي مين؟ طريقه لعب تشابي الونسو. واحد ناس طريقه لعب تشابي الونسو. فهو تشابي الونسو بيحب صانع العاب زي كان فيردز عنده دلوقتي اردا جولر. انت مشيت اردا جولر دي، مش عارف هو ليه كان بيفكر فيه، ما اعرفش برضه. حرفيا الفرقه كانت مشلوله. جبنا جون في الدقيقه 21. الجون في الاخر ايه؟ حل فردي. ايوه انت مش عارف تعمل حاجه. احنا مش شطاش ولا كوره على الجون، ولا حتى الشوط تبقى في نص الجون عند الحارس. شوط سهله يعني. انت بتحاول تفك اي حاجه، بس فعلا انت مش عارف تعمل اي حاجه. مفيش اي نمط هجومي شغال بيه. في عقم هجومي مش طبيعي يعني. لو بابي او فينيسيوس ما عرفوش يرقصوا مثلا، خلاص انت مش هتعمل حاجه. انت محتاج لعيب اللي هو ال10 ده، اللي هو اذا كان اردا او اذا كان بيلينجهام. اللي هو رجع بيلينجهام لعب 5 دقايق في الاخر. فانت ما لقيتش غير ان انت تشوط من بره. جا ميليتاو مره واحده، حتى المدافعين ما راحوش على ميليتاو عشان ما قالوش انه هياخد الكوره. هيشوط مستحيل، محدش حتى فكر يضغط عليه، ولا حتى لعيبه الريال هتبقى عارفه ان هو هيشوط كده يعني. هو راح رازع الكوره جون. بعد الكوره دي بقى بدا ايه، اسبانيول بدا يطلع قدام شويه، بدانا نشوف كور بالذات بقى من مستنتورو بدا يوم عن يوم بقى ايه، بقى جريء شويه، يفضل يرقص ويعمل. هو لسه رجله على الجون مش كويسه لسه، بس هو يعني واحده بيحاول ومش خايف، مش جبان. وكويس قوي في موضوع الضغط بتاعه، بيضغط وبيقطع كور، قطع 13 كوره في الماتش كله. فده انت ايه ده تطور جامد جدا. عشان كده هو تشابي الونسو بيفضله عن ابراهيم دياز، ان هو بيرجع وبيقطع كور فاهم، دفاعيا وهجوميا بالظبط، فاهم. خد الشوط الاول على كده، مفيش اي جديد. كورتوا طول الماتش ما حدش شاط عليه كوره طول الماتش حرفيا. شفت الكوره كان كورتوا راحت كده، كان وقع على الارض وعضلاتها طلعت. هي دي تقريبا دي الحاجه الوحيده. الشوط الثاني خطفناهم بقى، هي كانت خطف. الشوط الثاني في الدقيقه 46 47 مره واحده نزلنا، راح كره لفينيسيوس، اداها لمبابي برضه حل فردي بره 18. هوش ان هو هيروح يديها بليسنج، راح حطها في الدقيقه. ما دي كره مبابي بقول لك بس من بعيد قوي يعني. هوش من بعيد جدا من بره 18 بالظبط. بس 2-0 بقى الماتش اتقتل بقى كده. ففضل الهلال مسك الكوره. رحنا بكذا كوره، بس برضه تضييع الفرص المميت. بدأنا نلعب كوره بقى لما اردا جولر نزل. اردا جولر نزل بقى في الدقيقه 60 تقريبا، طلع جونزالو جارسيا اللي ما عملش اي حاجه للاسف. ما عملش اي حاجه حرفيا، ما عملش اي حاجه، مش عارف يعمل حاجه اصلا. كله اعتماده الواد ده اساسه ايه، ان هو حد يسند عليه ويديله الطوب، او حد يرفع له كور. هو 9، هو ما عندوش، ما بيطلعش بره الصندوق. هو مهاجم 9، عايز الكره تجيله قدام الجون او ياخد الوضعيه او حد يسند له ويحطها له كده بس هو في الاخر ما عملش اي حاجه. اردا لما نزل بقى بدأنا نشوف اللعبه اللي هو ايه، ويربط بين الخطوط، يدي واحده اسيست مثلا لمبابي، واحده لفينيسيوس، واحده لمستنتون. بدأنا نلعب تاني، بدأنا نرجع للعب تاني بس. وفضل الماتش مقطوع على كده بقى، حتى فضل في الاخر اخر 10 دقايق ما عملناش اي حاجه، ماسكين كوره. واسبانيول مسلم الدنيا خالص. خلاص اسبانيول السنه تقيل، مركز ثالث السنه دي. ايوه 10 نقط قبل الماتش بتاع الريال. دلوقتي نزل شويه، بس هو يعني هي فرقه كويسه. بس هو الريال حلول فرديه لسه مش شفناش نمط هجومي يعني. لو شلنا مبابي واردا جولر في الماتش اللي فاتت، اعتقد مش عارف اللي كان هيبقى الحل لو الاثنين دول كانوا اتشالوا. فنأمل يكون في احسن يعني، نأمل. تعليقك على فينيسيوس اللي شفناه بالتشويح ومعترض، وهو مش جايب 10% من فورمته يعني. انا شايف انك تعترض لما تكون تلعب كويس وبيطلعك. هو يعني معلش، انت بتكون بتلعب كويس ويطلعك، ما انت ليك كلام. بس انت حرفيا انت مش عارف ترقص لعيبه. فينيسيوس مش عارف يرقص لعيب بجد. أيوه. يعني مستواه نزل لدرجه مش عارف يرقص. ايه ده؟ مش الدرجه دي يعني. انت برازيلي حتى، اي ده اخوان بزيرة بيرقص يعني. انت ايه الدنيا كده؟ وبيقول لك بسبب بعد الموضوع ده تجديد العقد بتاعه وقف. طبعا
مش هو اللي وقفه، مش الريال. يعني الريال لو عايز يجدد له هو اللي وقف التجديد، فاهم؟ هو حتى يعني لو ماموس يعني بالاخر لو موضوع التجديد ده فضل شغال هو بنسبه كبيره مش هيكمل الا بقى لو على رجع مستواه بقى. اصل هو في الاخر تشابي الونسو عايز واحد هو عايز واحد واحد بيخدم، واحد بيخدم التشكيله بتاعته. يعني اصلا انا جاي مدرب طوارئ يعني بعد انشيلوتي، فانا مش عايز ارجع لانشيلوتي بقى وتبقى انت الفتره المدلل بتاعي حلو ووحش، انت موجود في الملعب والجماهير هتهاجم. لا انا عايزك تبقى مدلل مش بس قدم حاجه عشان اخليك فدا مدلل. يعني مبابي دلوقتي ليه هو اللي الناس كلها شايفه القائد وشايفاه اللي هو راجل يمسك الكوره، هو اللي بيكسبك المطوشه. هو تقريبا لحد دلوقتي امبابي لولا وجود امبابي زي ما قلت، امبابي خلص لك مطوشه. هو خلص مطوشه يعني مش بيجيب اجوان بس، لا هو بيخلص لك مطوشه نسبه 90% هو جاب النقط دي تقريبا. بس القصه في حاجه ان انت حتى لما جابش يعني قول شيل امبابي جوان، امبابي لما يمسك الكوره بيعرف ياخد يرقص، بيعرف تحسه كده شخصيه في الملعب. في شخصيته ظاهره في الملعب، مش مركز مع اللعيب الخصم يزاوله يعمل رايح يا باشا عايز ارقصك وهيروح ويشوط على الجون. على فكره مبابي ضيع كتير يعني. ايوه يعني مبابي طبيعي بيضيع كتير جدا طبيعي. راجل بيروح بيخلص زي ما بيضيع زي ما بيخلص، بيروح بيحاول وبيحسن من نفسه. انت ثابت زي ما انت تركيزك بره اسوء بتقل لك، تركيزه بره مركز مع مش عارف بقى هل ده صح ولا مركز ان هو مبابي اخد منه انا كنت النجم وبعد كده جه نجم عليا، فاهم؟ اخد منه الصيت ومش عارف ايه، الله اعلم مش عارف. بس انت في الاخر انت اصل انت لو عايز تبقى نجم فانت لازم تثبت نجوميتك. هو فينيسيوس جامد كده كلنا عارفين فينيسيوس جامد، بس الداون جريد اللي حصل المستوى ده هو الوحيد اللي يعرف يفسره. بس ده اللي اعرفه يعني. في الاخر ريال مدريد بيعرف يكسب على مكابلا اهم حاجه بقول لك هو بيعدي الدنيا ديت كلها بقى بكل حاجه بالعلامه الكامله 15 نقطه برضه من اول 5 ماتشات، فهو تمام اموره تمام يعني. اهم حاجه بنكسب بس. هي الحاجات الفرديه بقى ديت ايه هو مع الوقت هيعالجها تشابي. برشلونه والصراحه امتع فريق تتفرج عليه دلوقتي هو برشلونه. 6 3 4 الصراحه لولا التعثر الوحيد اللي تعثروه قدام بلد الوليد تقريبا رايفا كانوا هو التعثر ده الوحيد. غير كده صراحه هم فرقه رايقه قوي بيلعبوا بيكسبوا. بنشوفوا راشفورد بيأدي، رافينيا بيأدي، ليفاندوسكي برغم السن انه لسه بيأدي، فيران توريس بيأدي. تحس انه يمين يامال هو جزء مش الكل. يعني يمين يامال انت موجود معانا ما بقول لك انت معانا، انت مش النجم، لا احنا كلنا نجوم وانت جزء من النجاح دوت. ايوه. مش انت اللي مبني عليك حاجه. روح بقى عيش حياتك بقى، اعمل نفسك مصاب، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك حاجه، احنا مش هتأثر بيك. لا احنا بنلعب وبنكسب ومستوانا زي ما هو ثابت. وفليك الصراحه بيطلع حلول وبيلعيبه احنا كلنا لو انت مش في مستواك لا احنا هنشيلك وهنخليك جامد. صح. فالصراحه انا شايف برشلونه برضو تحيه ليهم على ادائهم، وهتبقى منافسه شرسه. مش سهل فليك. منافسه شرسه برغم محدوديه الاسكواد اللي عنده، وتقريبا ما عندهوش بدله جامده على الدكه. يعني هو عنده خيارين 3 بس اللي على الدكه، بيبيع مش بيجيب. بقول لك عنده خيارين 3 بس على الدكه. جاب لك الحارس خوان جارسيا دوت. بص هو دوت اللي كان ناقص حرفيا. حارس بس خلاص شكرا. حتى تحس جونزالو اسمه ايه مدافع مارتينيز بعد ما مشى الناس كلها في اول السيزون كانت بتقول لك ده هينهار دفاعيا هيعمل مش عارف ايه، مو وحشين خباك دفاعيا بس عوضه في الحارس. يعني خوان جارسيا عوض كل دوت. يعني تحس ان هو خلاص انت مش حاسس بالفرق بسبب خوان جارسيا. بس هو القصه بس ان برضو ما السيزون اللي فات برضو نفس الموضوع ان برشلونه في الاول الفتره دي 6 و7 وكان هجمين ده كله. بس برشلونه لما يكون في قدامهم فريق بيعرف يلعب على الاوفسايد حرفيا واتفضح قوي في ماتش في رايو فايكانو كان راحوا 9 تجوان تقريبا ضاعوا. فاهم؟ هو القصه ان الماتشين اللي ورا بعض دول بتاع فالنسيا وبتاع النهارده ختافي الماتشين دول اللي الفرقتين اصلا مش عارفين يلعبوا كوره. ايوه هو برشلونه سلب الاستحواذ. انا مش بقلل من شغل برشلونه بس فعلا الاثنين مش عارفين يلعبوا كوره بجد. شايفين يروحوا على الكوره يبصوا باصين على الكوره. ما شفتش حتى ختافي دلوقتي مسك الكوره. ما شفتش اي خطوره ما شفتهاش. ما حاولوش حتى ما شفتهاش الصراحه. بقول لك هو مش تقليل من برشلونه بس هو الفرقتين وحشين جدا. الموضوع كله بقى يعني الماتش الجاي قدام ريال سوسيداد الاسبوع الجاي، فده هنشوف بقى ايه اللي هيحصل بقى قدام كوبو قدام الولد التاني مش عارف اسمه ايه ده حد تانية.
فهو ده بقى اللي هنشوف منه بقى، هل الدفاع فعلا ما تاثرش؟ بس هو نسبه كبيره اتاثر بسبب دانجو مارتينيز يعني، نسبه كبيره يعني. بس هو بقى اللي معوضه اختبار. خوان جارسيا الصراحه. نشوف بقى الاسبوع الجاي صعب بقى، ريال مع اتلتيكو وبرشلونه. عملت ايه صحيح؟ 1-1. لا وضيعوا بلانتي كمان والله حاجه. بص وسولوس الطرد. سولوس سولوس. بجد والله. سولوس لا ده العطيل كان متخصص والفارس ضيع التعادل. الفارس ضيع بلانتي. اوكي ده ده ربنا يديم الوقوع كده عندهم باذن الله. سيميوني هيبخ نار قدامنا بس. استنى بس انت اصبر، بخ نار قدامنا بس. ماتش يوم الاحد الساعه 5:15 ميعاد يعني حد سبت. السبت هو اكيد السبت 5 سبت الساعه 5:15 يعني ميعاد جميل. هنشوف ايه اللي هيحصل. بالظبط. لو عجبتكم